السلام عليكم يا جماعة. النهاردة قصتنا عن عرسان الصالونات، بس بطريقة مختلفة شوية. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ويلا نكمل القصة. كنت قاعدة أنا وماما بالليل بنتفرج على التلفزيون. فجأة بابا دخل وقال: عاوزكم في موضوع مهم. طبعا قلنا يا ترى في ايه. بعد شوية مقدمات عرفنا ان في عريس. واحد شافني في الشارع كذا مرة وسأل عني وكلم بابا. ظاهريا كان مناسب، خريج كلية، عنده شقة وبزنس صغير. فقلنا ماشي نديله ميعاد. الميعاد كان الساعة 7، جه 8. وأنا من النوع اللي بيكره عدم الالتزام بالمواعيد جدا، بس قلت يمكن حصله ظرف. المفاجأة أول ما دخل لبس مبهدل، دقن مش حالق ولا حتى مستحمي، لا برفان ولا حتى عطر بخاخ. يا جماعة ده مش داخل بيت ناس يتقدم، ده كأنه طالع يشتري عيش. المهم قلت مشيها الليلة وبعدين نرفض. مجرد ما بدأ يتكلم حسيت اني عايزة اسكته بأي طريقة. طريقة كلامه مستفزة بشكل مش طبيعي. قدمنا له حاجة ساقعة وحلويات، رفض. قلت ماشي يمكن بيكرف او عامل دايت. بابا سأله عن اهله، الرد كان: اهلي متزمتين جدا، عندنا كل حاجة حرام وعيب. قلت في سري حلو جدا، كده عرفنا اننا مش مناسبين من الاول. بس هو واضح مش لماح او عبيط. بابا غير الموضوع وسأله عن الكورة. الرد: الكورة حرام. بابا قاله: طيب ممكن تقول لنا ايه اللي عندكم حرام؟ الرد كان اسطوري: التلفزيون حرام، الكورة حرام، السهر حرام، الخروجات حرام، والتلاجة كمان حرام. انا اتصدمت. سألته: تلاجة ايه اللي حرام؟ علشان الاكل جنب بعض من غير محرم؟ كلنا ضحكنا الا هو. قال بكل جدية: لا، دي بدعة وماما هي اللي قايلة كده. وكمان طلع ابن امه. ولما ضحكت قال: الضحك والهزار كمان حرام، واضح انك مش مركز معايا. هنا بقى بابا جاب اخره. قام وقال له: انت عارف ايه اللي فعلا حرام؟ حرام اني قعدتك في بيتي وخليت بنتي تقعد مع واحد زيك. الولد قام ماشي، وانا قبل ما اقفل الباب قلت له: العريس اصلا حرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبما ان القصة دي عن عرسان الصالونات، حابة اسمع منكم ايه اغرب او اطرف موقف حصل معاكم في موضوع عرسان او عرايس. اكتبولي تحت في الكومنتات. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة.